لو أنت نسبة الدهون عندك قليلة ونسبة الدهون عندك تحت ال10% أو لحد 15%، المفروض تاخد من 1.4 ل1.6 جرام بروتين لكل كيلو من وزن جسمك. طبعًا إحنا كنا بنرفع في الأرقام دي زمان، كنا بنقول مثلًا من 1.6 ل1.8 و2، بس عشان غلاء الأسعار وعشان الدنيا بقت صعبة جدًا، فبلاش إن إحنا يعني نرفع التوقعات أوي أو إن إحنا نرفع النسب أوي عشان الناس ما تتعقدش، فبنقول مثلًا من 1.4 ل1.6، نسبة كويسة جدًا لكل كيلو من وزن جسمك. لو أنت نسبة دهونك مثلًا قليلة لحد 15%، لو أنت نسبة الدهون بتاعتك معدية ل20%، يبقى شيل اخصم الدهون من جسمك. لو أنت مثلًا وزنك 100 كيلو ونسبة الدهون عندك 20%، فشيل ال20 كيلو بتوع الدهون دول واضرب ال1.6 دي في ال80 كيلو بس، في الfat free بس. لو أنت مش عارف تعملها إزاي، سيرش كده how to calculate my fat free mass وهتعرف تحسبها، وبتضرب نسبة البروتين الواحدة 6 الfat free mass مش في جسمك كله. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل follow ولايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنت أي سؤال عندك هاجاوبك عليه في فيديو.